السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وز مشوي في الفرن. بص ازاي استوى وطعمه جميل، ونسمي الله. اول حاجة ده الوز يا جماعة، احنا مربيينه كده في البيت. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روسا ابراهيم شيف الواحد. ناخد بس منهم 3 هنذبحهم، وكده اخدنا ال3 الصغيرين عشان يستوي بسرعة، لان الوز بيقعد فترة طويلة فبيبقى السوا بتاعه صعب. فاحنا خدنا كده ال3 الصغيرين، نحطهم في مية بتغلي. لازم تكون المية سخنة خالص وبتغلي عشان الريش بتاعه ينضف بسرعة. طبعا عشان احنا 2 هننضف مع بعض، فاحنا هنعملهم ال3 مع بعض. لو انتي بتنضفي لوحدك يبقى لا، كل واحدة اعمليها لوحدها، عشان لو بردت مش هتعرفي تنضفيها كويس. لكن لما تعملي واحدة واحدة وتبقى هي لسه سخنة، هتلاقي الريش بيطلع معاكي بسهولة وما يتعبكيش بعد كده. وعامة الوز اسهل من البط، يعني الريش بتاعه بيطلع بسهولة يعني. ده كده بعد ما طلعنا الريش، هاخده كده تحت الحنفية وانضف منه الريش اللي بيبقى صغير. ودي فرشة أسنان، لو عندك الفرشة بتاعة التنظيف يبقى أحسن يعني. بس الفرشة دي بتريحني، لأنك بتنضفي بيها الحاجات اللي بتبقى جوه كده عند الظهر، بتبقى في حتة مسنونة ممكن تعور. فدي بتطلع كل حاجة جوه وبتنضفه، والحاجات دي ممكن تخلي اللحمة تبقى زفرة. فدي بتسهل عليا كل ده. ولو في ريشة صغيرة ولا حاجة بنضفه. بس هو ده نضف معايا بسهولة. طبعا لو لقيتي ريش من اللي هو بيبقى صغير كده وناشف، ده ممكن تشيطيه على البوتاجاز يعني. بس انا مش محتاجة اعمل كده، لان الريش طلع معايا بكل سهولة. بس انا هاخد واحدة واحدة يعني تحت الحنفية، عشان انضفها كويس، ما يبقاش فيها ريش وما يبقاش فيه اي حاجة تحت الجلد. وبالذات في الاماكن اللي هي بتبقى تحت عند الجناح والحاجات دي، بيبقى فيه ريش صغير. فانت تنضفيها هينضف معاكي بسهولة. طبعا كده بعد ما خلصت نضفت، قطعت الحتة اللي هي من تحت دي، قطعت الجناح والرقبة. بس الرقبة ما تقطعهاش خالص، يعني سيبي فيها شوية عشان الحشو ما يطلعش من الناحية التانية. كده احط عليه ملح ودقيق وخل، وهدعكهم كويس. بس هدعكهم كده واسيبهم عشان اروح اجهز لهم التتبيله بتاعتهم اللي انا هحشيها بيهم. اهم حاجه ادعكيها كويس، يعني انا بدعكها من جميع الجناب، وبدعكها في الحته اللي تحت وعند الرقبه، عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره للبط. طبعا الطريقه دي انا بعملها للبط وللوز وللفراخ وللطيور عامه يعني. كده انا نضفت ال3 بالشكل ده، وجهزت لهم كمان الحشوه بتاعتهم. انا مش هحشي رز عشان احنا مش هناكل رز، هحشي بصل. البصل ده محطوط عليه طبعا متبل بملح فلفل اسود، وكمان هحط له نص معلقه بقدونس مفروم ناعم، اللي هو ناشف يعني متنشف بس مطحون ناعم. ومعاه ورق لورا وحبهان وكوبايه صيني ورشه جوز الطيب. ممكن تستبدليهم بخلطه البهارات ال7، الحاجه اللي تريحك، بس الخلطه دي بتبقى جميله خالص في الطيور. هتبل بيه البصل، واهم حاجه اظبط الملح، وهحشيه بصل مش رز. وهحط معاهم 3 فصوص توم، والطماطم والفلفل دي هقفل بيها الوزة من تحت. هبدأ احشيه بالشكل ده. طبعا الرقبة معايا مقفولة من الناحية التانية، ولو لقيتيها يعني واسعة شوية ممكن تقفليها بخلة سنان. انا كده بحشيها بالبصل، والتوابل هدعك بيها الوزة من بره، يعني عايزاها تتشرب من التوابل ومن التتبيلة بتاعة البصل بالشكل ده. كده هتقضي على اي ريحة زفارة يا جماعة، يعني مش كده بالطريقة دي مش هتلاقي للوز او للبط انهم بيبقوا زفرين اكتر من الفراخ. لا، مش هتلاقي اي ريحة زفارة، وهتلاقي الطعم في الاخر في منتهى الجمال. كده انا خلاص خلصت حشيتها بصل. هحط لها الطماطم والفلفل وهقفلها. بس انا هقفلها هعمل الرجلين بالعكس. طبعا في ناس بتحب تقفلها، بس تقفل اللحم في بعضه بالخلة بتاعت السنان. بس انا مش بحب الطريقه دي، عشان الرجلين تبقى كل رجل في حته، فبعد كده باجي احطها في الحله فبتبقى واخده مكان، وانا هعمل 3 مع بعض. فالطريقه دي بتبقى احسن، يعني الرجلين بيبقوا مضمومين على بعض، فلما بقلبها في الحله ما بتاخدش معايا مكان وبتستوي احسن. اهم حاجه ان انت تشديها جامد كده، بتقفليها كويس
بعد كده بتقفل من الجناب بالخله بتاعه السنان، يعني كل جنب بيتقفل بقى مع بعضه كويس، فما فيش اي حاجه هتخرج من الحشوه. واللي يحب يعملها بالطريقه التانية يعني دي حاجه ترجع له. حاولي تقفليها من جميع الجناب كويس. انا كده الحله بقى تحطي فيها معلقه سمنه ومستكه بتاعه الشوربه، بتدي طعم جميل جدا للشوربه. واول ما تسيح بتحطي بقى احنا بنحب نحط الوز كده ونقلبه يعني زي ما بنشوحه، وبنحط له طماطم، بصل، توم، فلفل، ونفس التوابل اللي انا عملت بيها التتبيله. وهقلبهم شويه كده، وبعد كده هزود الميه لما تغلي. طبعا في ناس بتحب تحط الوز والبط في ميه بتغلي كده على طول، بس لا، انا بحب الطريقه دي. يعني المستكه لما بيسيح في السمنه بيدي للشوربه طعم جميل، والتوابل كمان بتديها طعم حلو. واول ما الميه غلت كده رحت مزوده على طول الحله، وبعد نص ساعه تديها الملح وتسيبيها لما تستوي. هي هتقعد معاكي على النار حوالي ساعه. دلوقتي بقى هدخلها الفرن. انا كده عملت لها صوص انا اللي بحب اعمله، يعني بجيب طماطم وفلفل وتوم بضربهم في الشفشق بتاع الخلاط، وبيتصفوا وبيتسبكوا على النار، وبتحط لهم حوالي معلقه سمنه ونص معلقه سكر، ممكن مكعب ماجي. التوابل والبهارات اللي انت تحبيها، ممكن تضيفي قرفه وجنزبيل رشه ورشه. المهم انها بتديكي يعني نكهه حلوه، انت بتشمي الريحه بتحسي انك بتشمي ريحه حاجه نكهتها حلوه يعني. وبدهنه كده وهدخله الفرن مش تحت الشوايه، هدخله الفرن عشان يكمل سوا، لان هو ما كانش استوى كويس. ده طبعا يا جماعه بعد ما طلعته من الفرن هو هياخد ساعه على النار، وساعه في الفرن، وفي الاخر خالص هتفتحي عليه الشوايه عشان ياخد اللون ده. الوز طبعا من الحاجات اللي بتاخد سوا، لان هو بيقعد فتره طويله عشان نربيه. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم وهتلاقوا طعمه جميل. يا ريت ما تنسوناش اشتراك يا جماعه ولايك وشير. اكرمكم الله بالعفو والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.